مثقلا، وفي أنه اكسر شافيا وبنونه ونجعل صف والخف ننجي رضا على، وذاك هو الثاني ونفسي ياؤها وربي مع أجري وإني ولحنا. ومن سورة الروم إلى سورة سبأ. وعاقبة الثاني سما وبنونه نذيق زكا للعالمين اكسر علا، ليربو خطاب ضم والواو ساكن أتى واجمع آثار كم شرفا علا، وينفع كفي وفي الطول حسنه ورحمة ارفع فائزا ومحصلا، ويتخذ المرفوع غير صحابهم تصاعر بمد خف إذ شرعه حاله، وفي نعمة حرك وذكر هاؤها وضم ولا تنوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أما بعد، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نرحب بكم مرة ثانية في الجلسة الثانية من فعاليات مسابقة القرآن الكريم، مسابقة شرق أفريقيا للقرآن الكريم، التي يشارك فيها 9 دول من شرق أفريقيا. نبدأ الآن بالمتسابق الأخير من فئة 20، وأنقل لاقط الصوت لفضيلة الشيخ المقرئ عبد الرشيد بن الشيخ علي الصوفي ليدير الجلسة. بسم الله، الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، نعتذر على هذا التأخير بسبب مرض شيخنا الدكتور أحمد المعصراوي، شفاه الله وعافاه، وحالته طيبة إن شاء الله تعالى. ونبدأ إن شاء الله بالمتسابقين. waxaan idinka cudur daaranaynaa soo daahnay. sababtuna waxay ahayd sheekha oo bukooday, sheekh Macsaraawi. marka waan xaaladiisuna way fiican tahay, meesha dhakhtarka la geeyay hadda uu iska fiicnaan doonaa, u soo duceeya. marka insha Allah waa bilaabanaynaa. tawakkalu cala Allah. bismillah. bismillah, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. نستأنف مسابقتنا بإذن الله تعالى، وندعو آخر طالب المتسابق ب20 جزءا برواية حفص عن عاصم، مهدي أحمد آدم من إثيوبيا.
بسم الله. اقرأ من قول الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا في مرية تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في السماوات أمن هو قائم على كل نفس أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين لا اقرأ أنت ابدأ مرة أخرى. أم تنبئونه بما لا يعلم اسمع أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ألم تر أن مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت
أدعو وإليه مآب. حسبك. السؤال الثاني: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله خير. اسمع السؤال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والبدن جعلناها لكم خلاص يعتبر انفتح عليه. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط. حسبك. السؤال الثالث: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالحق
ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أنزل ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تعبدون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل نكن من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيء كذلك من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. حسبك. السؤال الأخير: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم من شيء. طيب. ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. حسبك. بارك الله فيك. الله عليك. بسم الله. إن شاء الله تعالى الآن نبدأ بالقرآن كاملا وندعو
محمود على سو إبراهيم من جمهورية كينيا برواية حفص عن عاصم. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، اقرأ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. بارك الله فيك. السؤال الثاني: فإن توليتم فما سألتكم من أجر. فإن توليتم فما سألتكم من أجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال
موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بارك الله فيك، بارك الله فيك. السؤال الثالث: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل للمؤمنات يغضضن بأبصارهن. لا انتبه اسمع السؤال. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فهمت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل للمؤمنات يغضضن بأبصارهن. أنا لم أقل لك بأبصارهن، من أبصارهن. سمعت؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. بارك الله فيك. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار ثم ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب. تمام واصل. قلت الله المستعان. واصل. ونقول
للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. بارك الله فيك، بارك الله فيك. السؤال الأخير: هو الأول والآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. بارك الله فيك، بارك الله فيك، أحسن، فتح الله لك. تربيهم على بدء البسملة الإمام. ما شاء الله، فتح الله على محمود. إخوة، لاحظتم أني قلت له قل بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ليس إلزامي، فكما تعرفون أنه في غير بدايات السور يجوز للقارئ أن يبسمل أو أن يترك، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا. لكن قال العلماء: إذا قرأ القارئ الاستعاذة ويأتي بعده صفة من صفات الله تعالى لرفع الإيهام، يستحب هنا أو يتأكد الاستحباب أن يأتي ببسم الله الرحمن الرحيم، فإن ولدنا كان سئل هو الأول والآخر، فلو قرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الأول والآخر إن شاء الله ليس به بأس، لأنه لا يقصد المعنى، ولكن هناك شيء يستبعد في هذا الفن مما يسمى بالاستبشاع. لذلك ينبغي أن يتنبه الإخوة خصوصا المدرسين الذين أخرجوا لنا مثل هذه الدرر، فتح الله عليهم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. نعم. أي شيء. والله المشايخ ليش ما يشربون شاي بدون سكر؟ أي حاجة بدون سكر. زنجبيل مع الحليب؟ لا حليب لا. زنجبيل بدون سكر. نعم. نعم. لا ما عليه. إن شاء الله. جدا ما شاء الله. الله يفتح عليه. ندعو المتسابق الثاني القرآن كاملا رواية حفص عن عاصم، عدنان محمد عامر من جيبوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول يبدأ من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. أحسنت. السؤال الثاني: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه يا قوم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم السؤال الثالث: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه
وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أحسنت. السؤال الرابع: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. سورة ياسين. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ليأكلوا من وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب فيها وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب فيها وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ السؤال الخامس وهي الأخير: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا
أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. حسبك، بارك الله فيك. كان يفترض انه يكون شويه. آخر طالب قبل أن نذهب إلى صلاة المغرب، سعيد دوشي مانا من رواندا، ويشارك بالقرآن كاملا بقراءة حفص عن عاصم. السؤال الأول: اقرأ من قول الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون.
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أحسنت. السؤال الثاني: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. حسبك. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم
ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. السؤال الرابع: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر
وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. السؤال الخامس والأخير: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن
إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر. أحسنت، بارك الله فيك ونفع الله بك، ما شاء الله. بعد الصلاة يا شيخ. إن شاء الله نجتمع بعد الصلاة برئاسة الدكتور أحمد وقد شفاه الله وعافاه ببركة دعائكم. نلتقي بعد الصلاة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. صلاة كدب على الصلاة واللابنية مركز أساس الصعدة إن شاء الله بعد صلاة المغرب مباشرة وسي وضينا نقصها لصلاة لابتي إليه أنت تقار إذن طمرك وحي كنت كنيان مساجدك رجع رجعنا وحي كنت كنيان قرونك ملعبك